السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الشباب، الرحمة صفة أخلاقية جميلة، وهي أن يكون الإنسان عطوفا تنداح منه الرحمة يبذلها لكل المخلوقات. والرحمة يعيشها الإنسان من أول نشأته، ومنها الرحم، فالرحم يصل الإنسان بالرحم. ورحمك أقاربك الذين تربطك بهم أو يربطك بهم الرحم، فالرحمة تربطك بهؤلاء الأرحام، هؤلاء الأقارب، وتربطك أيضا بجيرانك، وتربطك أيضا بزملائك، وتربطك أيضا بإخوانك وبالمجتمع الإنساني كله. ولهذا ربنا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني الرسالة اللي أنت تحملها يا محمد هي رحمة للعالمين، العالمين جميعهم، الإنس والجن، الذين يؤمنون بك والذين لا يؤمنون بك، الحيوان والبشر. وهذه الخصلة الجميلة، خصلة الرحمة، لو أن الناس تعاملوا بها لحلوا كثيرا من مشكلاتهم. فالأب يجب أن يكون رحيما بالأبناء، والأم يجب أن تكون رحيمة بأبنائها ورحيمة بزوجها، والزوج يكون رحيما بزوجته، وهكذا الكل يرحم الكل. وتنتقل هذه الخصلة إلى الرحمة بالحيوان أيضا، والحديث يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فرحمة من في السماء مرتبطة برحمة من في الأرض لمن يعايشه فيها من البشر من الحيوان. ولهذا جاء في الحديث أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لم تطلقها لتأكل من حشائش الأرض ولم ترحم عليها وتطعمها، فكان ذلك سببا لدخولها النار. والذي يعمل هذه الأعمال جفت ينابيع الرحمة في نفسه، ودخلت بغي من بني إسرائيل الجنة في كلب سقته، تفجرت فيها ينابيع الرحمة، فقالت: لقد بلغ هذا الكلب من الظمأ مثل الذي أنا بلغ. وكان لها خفان، فنزلت في البئر وملأتهما ماء وسقت الكلب فارتوى الكلب فغفر له. إذن لا بد من الاهتمام بخاصية الرحمة فيما يعرف بحقوق الإنسان. وحقوق الإنسان أن يتعامل معه كإنسان. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه الخاصية، خاصية الرحمة، تجعلك تطعم الآخرين من غير أن ترجو منهم نفعا يقدمونه إليك، وإنما تنتظر ذلك من الله.